السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم يا اخواتي. الاول كلمه ما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك في القناه. ما يغركش عدد المشتركين، لسه منشئ محتوى جديد، اتمنى منك كل الدعم وان شاء الله في تفوق مستقبلي من الافضل للافضل. نخش في الموضوع بتاعنا على طول، وقبل ما نتكلم يا جماعه يا ريت كل الناس تنزل في الكومنتات تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بعد كده هقول لك الاهلي يا ساده ومن غيره مصدر السعاده. الاهلي بطل دوري كره اليد على حساب نادي الزمالك. النهارده يا جماعه الاهلي خد بطل الدوري من الزمالك بعد تفوقه في الجوله الاخيره بنتيجه 24-21 للاهلي، وخلاص الاهلي حصد بطوله الدوري في كره اليد. وانا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، ان اللي من دول عمالين نقول الزمالك يخسر الزمالك يخسر الزمالك يخسر. انا نفسي اطلع اقول يا جماعه الزمالك يفوز. انا مش لاقي اي حاجه اقولها الزمالك يفوز. كانوا ملوك الصالات وكانوا بيقولوا عليهم احنا ملوك الصالات، لكن دلوقتي ما بقاش في اي حاجه في الصالات. كل الالعاب قفلها الاهلي في وشهم. وكمان امبارح يا جماعه كان في كره سله ومباراه بين الاهلي والزمالك امبارح، وكمان الاهلي تفوق على نادي الزمالك في كره السله. دلوقتي بقت سله ويد وقدم وطايره وسيدات وكل حاجه. ما شاء الله الاهلي مكتسح كل البطولات، وان شاء الله تفوق مستمر بالنسبه للنادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. مبروك لكل اخواتي الاهلاويه، طبعا لقب مهم جدا. اللي ما يعرفش بالنسبه لبطوله دوري كره اليد فهي مهمه جدا طبعا وتفيد في بطولات كيان النادي الاهلي. بالنسبه للموضوع الثاني يا جماعه وهي غرامه كهرباء، في ناس بتتكلم في الموضوع برايين وبيقول لك ان كهرباء او محامين كهرباء اتفقوا على ان هم يدفعوا الغرامه بتاعت كهرباء في حساب بنك مصر بالنسبه لاحساس الزمالك اللي محجوز طبعا بسبب مشكله ممدوح عباس. وفي الموضوع ده لو فعلا اتدفعت الغرامه الكهرباء بالنسبه في بنك مصر فاذا الزمالك كله او نادي الزمالك مش هياخد حاجه من الغرامه ديت، وكل الحساب هيروح لممدوح عباس. في راي ثاني بيقول لك ان محامين كهرباء بعتوا لفيفا وبيقول لهم ان في مشاكل طبعا في نادي الزمالك بالنسبه للاموال وحجز الاموال، واحنا خايفين ان احنا ندفع لنادي الزمالك، فعشان كده احنا بنطالب ان احنا ندفع لاتحاد الكره. وفي الحاله ديت اتحاد الكره ليه عند الزمالك فيما يقارب حاجه و60 مليون يا جماعه. فهنا لو الفلوس اتدفعت فعلا لاتحاد الكره برضه الزمالك مش هيستفيد غير بجزء بسيط جدا من الفلوس. وفي كلا الحالتين دي ضربه قويه جدا وضربه معلم صدقني من محامين كهرباء، يعني بيدفع لك الغرامه وزي ما قلنا لكم قبل كده قسطونا ما رضوش تقسطونا، يبقى انت مش هتستفاد حاجه منها. بالاخير يا صديقي انا عايز اقول لك على حاجه بالنسبه لكابتن خالد الغندور. تصريحات كابتن خالد الغندور اللي كل يوم على قناه نادي الزمالك، والتصريحات والله اللي ما بنشبعش منها كابتن خالد. كفايه الضحك اللي احنا بنضحكه لما بنشوف التصريحات دي. كابتن خالد الغندور طالع امبارح على قناه الزمالك وبيقول لك يا جماعه فين الدعايه وفين الرعايه والاعلانات بالنسبه لنادي الزمالك زي لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي عملت اعلانات كتيره قوي في رمضان، لكن لعيبه الزمالك ما عملتش اي حاجه في رمضان. طب فين زيزو افضل لاعب في مصر؟ طب فين كمان لعيبه بيراميدز زي عبد الله السعيد ورمضان صبحي؟ انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن خالد، انت حضرتك بنقيس الموضوع هنا على الشعبيه والجماهيريه بالنسبه لاي نادي. نادي الاهلي طبعا متفوق شعبيا وجماهيريا في مصر وفي الوطن العربي. حضرتك كنت بتشوف طبعا يا كابتن خالد الاستفتاءات كانت بتوصل لفين؟ كانت بتوصل لاي لاعب اهلي او اي لاعب زمالك بتوصل للاعب الاهلي 95 96%، توصل للاعب الزمالك 2 3%. فالتفوق الفئه والشعبيه كبيره جدا ما فيش مقارنه. فلازم اي شركه دعايه او اعلانات او اي حاجه هتروح لاكثر شعبيه طبعا، لان يهمها ان الجمهور اللي مهتم بالنادي ده هو اللي يشوف الاعلان بتاعهم عشان يشتري. مش هيروح على اي حد مثلا ملوش اي جمهور واقول له تعالى مثلا زي نادي بيراميدز. هو في جمهور نادي بيراميدز زي كابتن خالد؟ طب الزمالك شعبيته قد ايه في مصر؟ شعبيته اقل من ربع الاهلي في مصر. فلازم اي شركه دعايه واعلانات هتروح للنادي الاهلي. في الاخير يا صديقي اتمنى منك ما تنساش اللايك والكومنت، ما تنساش الاشتراك. اشوفك على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.